السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم وصفة المقروط التونسي. الطريقة ديالو جد سهلة بمكونات بسيطة. غادي نبدا معكم في تحضير القطر. هنايا درت 2 كيسان ونص نتاع السكر، زدت عليهم كاس ونص نتاع الماء، معلقة كبيرة نتاع الحامض، وغادي نزيد هنايا معلقة كبيرة نتاع ماء زهر. غادي نحط كلشي على النار. درت هنايا عويدة نتاع القرفة. دابا غادي نحضر معكم المقروط. درت فيه 280 غرام تاع الفرينه. غادي نزيد هنايا معلقه كبيره نتاع سكر كلاصي. درت كيس واحد نتاع السكر فاني، وغادي ندير راس معلقه صغيره نتاع خميره الحلوى بالميزان، درت غرام، ومعلقه كبيره نتاع الزيت. غادي نزيد 100 غرام تاع الزبده مذوبه صافي، وغادي نخلط جميع المكونات. دابا غادي نزيد ماء زهر باش غادي نجمع العجينه. في هذه المرحله تقدروا ديروا ماء زهر وديروا الماء العادي. المهم انا هنايا ما درتش الماء العادي، درت غير ماء زهر صافي. هنا من بعد ما جمعت العجينه كتكون بحال هكا، كتكون شويه قاصحه. دابا غادي نغطيها، غادي نخليها ترتاح. غادي نحضر معكم الحشوه نتاع اللوز. درت فيها 200 غرام نتاع اللوز اللي كنطحنوه بالقشره ديالو. زدت عليه معلقه كبيره نتاع الفرينه، معلقه صغيره نتاع القرفه، معلقه كبيره نتاع السكر. دابا غادي نزيد ماء زهر. صافي هنا من بعد ما جمعت الحشوه كتكون بحال هكا، يعني راه ما كتلصقش. غادي نشكلها بيديا بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نسرح العجينه. بالنسبه للعجينه ما غاديش ترشوا ليها الفرينه، هي راه ما كتلصقش حيت العجينه كتكون قاصحه. صافي غادي ندير فيها اللوز، غادي نروليها بهذه الطريقه. صافي غادي نقطع العجينه. صافي كتضغطوا عليها بيديكم باش ما تحلش ليكم. كتقطعوها بحال هكا مربعات. المهم كتقطعوا غير وحده في الاول وكتاخذوا بها العبار كتنقشوها. المهم بالنسبه يعني التزيين، ديروا اي نقشه كتبغوها نتوما واللي كتجي لكم سهله. صافي كنبقى ندير هذا النقاش هذا كنديرو في الفرينه باش ما تلصقش فيه العجينه. كندير هاد الزواقه هذه. المهم نتوما ديروا الطريقه اللي كتجيكم سهله والطريقه اللي كتعرفوها. صافي كنقطعها. هنايا كنحطهم في الصينيه، فرشت لها ورق الزبده. دابا غادي ندخلوا الفران يطيب على نار اللي كتكون متوسطه. انا كنت شعلت الفران من قبل. صافي من بعد ما كنخرجوه من الفران كيكون باقي حامي، وكندير عليه القطر اللي وجدته معكم. كيكون شويه ثقيل بحال هكا، يعني راه كيكون بحال العسل، غير هو كيكون بيض يعني ما كيكونش فيه اللون. صافي كنرش عليه شويه الجنجلان من الفوق وكنقدموه. الطريقه ديالو سهله بزاف ومكونات بسيطه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، والى اللقاء في وصفات اخرى بحول الله.